مع البارح تعرفوا بانه كان دبزه بين الصحفيين، اعلام العار الجزائري مع صحفيين مغاربه. المشكل ما كانش على بالنا بالسبب، واذا عرف السبب بطل العجب. بصح صراحه العجب لا يبطل بالسبب اللي راح نعرفوه. تقول علاش صحفيين اصلا رايحين يغطيو كاس افريقيا يوليو يتعاركوا والضرب والدبزه وكذا؟ هذا هو السؤال اللي حيرنا. واش كاين واش ما كانش؟ هل هو خلاف حول طريقه التغطيه، حول مصطلحات استعملت، حول مثلا المساحه المخصصه للصحفيين؟ واش هو السبب تاع الاقتتال هذا بين اللي الصحفيين الجزائريين ولاو يستعملوا في الشعب الملحون الجزائري ويحاولوا يضربوا وكذا؟ نشوفوا المعتدى عليه راح يشرح لنا الموضوع. بسم الله. وصلوا معايا وحاولوا انهم يعرفوا الحاله ديالي من بعد داكشي اللي وقع. ما وقع داخل المنطقه المختلطه كنظن بانه يسيء لدول شمال افريقيا بصفه عامه ويسيء لدوله الجزائر بصفه خاصه. اللي وقع بالضبط هو انه واحد الشخص كنظن من الكاف خرج واحد المجموعه ديال الصناديق ديال واحد المشروب ديال مشتقات الحليب ووضعهم في المنطقه المختلطه. لا 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 ما تكملش الحكايه يا صديقي. صديقي عند الشيطان. خلينا نروحوا في حالنا. خلينا نسير كيفاش تقولوا، خلينا نسيروا في حالنا. خلينا نروحوا صاحبي. واحد قال لك كملوا، دوك كيفاش انا نكملها؟ وحنا عندنا مشكل مع مشتقات الحليب وكذا. ما نكملش، سالوني دير اضراب ما نكملش، عيب. كيفاش سيلفو بلي هذا؟ ما ديروا لناش العاطفه درك. قلت لك ارجوك. فالصحفيين الجزائريين تهافتوا عليهم لدرجه انهم بداو كيتخاصموا بعضياتهم، وهذا الشيء راه انتشر في واحد المجموعه ديال الفيديوهات. بداو كيتخاصموا على دوك المشتقات ديال داك المشروب. واحد صحفي جزائري ملي شاف تقاتلوا على الياوخت. كرههم ساكن يضلوا في الجزائر يضربوا هذاك الياورت المعطر بنكهه ما على باليش واش. حنا الياورت المعطر في الجزائر يقول لك نكهه الفراوله، بصح انت عندك نكهه ما على باليش حاجه ما تعرفهاش، لا هي فراوله لا هي حاجه اخرى. جابوا لهم بالك الياورت خويا هذاك مخلط بيان. صبح واحد في الارض، واحد يضرب في خوه، واحد يعطي له وحده يعطيها بكف، واحد المهم كيفاش يدي، واحد يقول لك زيد لي واحد. المهم صحفيين جزائريين كوا تربيه بيوت الرديله. انا كنجيبوا لهم هذاك رايبي والله هذاك بنين، جربته مره بالك هذاك هو تقاتلوا عليه. كاين هذاك شغل البن هو بالمخلطه كو بابانان ولا حاجه هكا. احنا عندنا لفتوا الانتباه ديالنا وبقينا كنشوفوا فيهم، هو يقول لهم راه بالعاني حطوا لكم هذا الشيء هذا باش نتوما تخاطفوا عليه ويصوروكم. في هذيك اللحظه هم يهاجمونا كيف ما تربيه بويت الرديله هذاك تاع اللي كان يسب ويطيحوا. المغربي قال لك برك راهم يصوروك وانت تاكل كي البقره. قال لك قعد كي البنادم وانت قاعد تتقاتل على جال الياوخت، راهم يصوروك ويديروا لك الشوهه كما يقولوا هما. علاش غادك الحال؟ يصدموا برك هذوك تربيه بويت الرديله ما يفهموش، هو راه ضلوا في صلاحه. كما كيبينوا الفيديوهات اللي انتشروا في مواقع التواصل. هاجمونا بواحد الطريقه بحال كاينين في الغابه، تعرضنا للضرب، تعرضنا للسب والشتم. ما حاولناش اننا ندخلوا معاهم ولا نتجاوبوا معاهم بنفس الطريقه. كيف ما كتعرفوا الحمد لله المغرب بلاد ديال المؤسسات، بلاد ديال القانون. حاولنا اننا نكونوا هادئين ونتبعوا المسطره. في الاخير مشينا باش نديروا محضر وبداو كيطلبوا تدخل رئيس البعثه الجزائريه، وبدا كيطلب وكيرغب، قال لك عافاكم سمحوا لينا. ومن بعد ولاو يطلبوا في السماع. هو صح وعنده الحق الصحفي هذا صراحه، لا فيرسيون تاعو اللي تري فاكتويل ولا اصبر.
كاينه شكايه ديال المواطنين غنبحثوا فيها. خليني نهضر كاين بن عمر كاين هنا الشرطه كاش كدير مثلا الانتقام في شي فقره ديال حرمه الاشخاص ما بلاش غادي يصوروا فينا لا ماشي كلناش هذا شي حاجه جدها كاين فيديو ديال احد مليون غادي نبحث غنديروا فيها الاخر هذا يكون ممثل تاع السلطات الامنيه قال له راه اصلا التحرك راه هما درك في المغرب كيفاش قاعدين يتعاملوا سي التبليغات اللي في المنصه هذيك. دونك النائب العام من بعد يقرر اذا يتحرك ولا لا. ابارامون في الحاله هذه بالك كانت تبليغات متعدده دونك تحركت النيابه العامه لازم تتخذ الاجراءات. تاع الوفد الجزائري واش قاعد يقول له؟ قال له الفيديوهات وكاين الفيديوهات يا خو راهم كاينين ويا خو. قال له الاخر يشكى قال له عندك حاجه ديال القضاء راهم كاين الفيديوهات يا خو كاين يا خو 1 مليون دو فيو. شنو 1 مليون دو فيو واش يدير ب 1 مليون دو فيو؟ راه بقى جهاز تاع قضاء من بعد شفت حاجه عندك دليل ديه. خليهم يروحوا عندهم يدخلوا معنا في الطياره يروحوا يجيبوا لنا اللي فينا اللي يولي سي غدا اخرى يقول له النائب العام هما حاطين روحهم في الزريبه في الجزائر. تيري برك خرجوا دخلوا. الاخر قال له راه النائب العام تما درك لازم هو اللي يتخذ القرار اذا يكون متابعات ولا لا. الاخر قال له روحوا جيبوا لنا اللي يصور. كيفاش يجيبوا لك وين حط روحك درك عنتر انت في الجزائر يروحوا يصدموا الناس للديار ويجبدوهم وين حط روحك صديقي؟ هذيك راهي في الموزمبيق وما بقاتش تصرف. راهي غير في الزريبه المسمات الجزائر اليوم تحت حكم النظام الجزائري. قال له روحوا جيبوا لنا اللي ندير الفيديو اللي كيفاش تجيب لك ديال الفيديو راك في كاس افريقيا الناس تصور. فيديو راه كامل بالكاميرات وكلش وبلا فيديو سيرفيونس وفي كو سو سوا في لي ستاد وين كاين لي جورنال سي تو افي نورمال بور لا بروتيكسيون تاعي تاع الناس. قال له روحوا جيبوا لنا اصدموا للديار دوك وجيبوا لنا والله حتى روحوا في الجزائر. عطيتو لنا وعد قال له شكون عطاك وعد؟ وين حط روحك في كوري؟ كيفاش عطاك وعد؟ عطاو لك باغي كري ولا واش؟ ولا جا قال لك متهني يا خو؟ حنا في الجزائر عندنا متهني كيقول لك جزائري متهني غير عارف باللي راه ما راكش متهني ما ترقدش متهني. كيقول لك الجزائري متهني ما راكش متهني. كيفاش عطاك وعد؟ وش هو الوعد هذا؟ كتبه لك طبعه لك في منطقه في جسدك. وين راح الوعد هذا باش نشوفوه؟ نقش على الحجر سي كوا الوعد هذا؟ ما هو الوعد؟ كيفاش وعدونا؟ كيفاش وفد يمثل المنتخب الجزائري يقول له عطا وعد وين؟ واش العشيقه تاعو انت باش عطاك وعد وخان ولا واش سي كوا لو؟ شكون اللي عطاونا وعد باللي ما تبارطاجيش لا فيديو شفتوه؟ عطاو له وعد باللي ما تبارطاجاش لا فيديو من بعد بارطاجاوها. المنتخب الوطني الجزائري راه ممثل تاع المنتخب الوطني الجزائري راه الوفد تاع المنتخب الوطني الجزائري هكا يهضر. قال له عطاونا وعد وهذوك تربيه بويت الرذيله ولاو يطلبوا في مالغري هذا طلبوا في السماح وزادوا تابعوهم. مشيتي مزيان ما تصرفش بحال هاد التصرفات هذه ماشي تصرفات ديال الناس. عندك كبير وبعدي ارض ديال المالك وارض ديال المؤسسات. انا غنهبط عندك حبيبنا قال له ايه اوكي معليش نقبل بصح زاد عطاه درس في اعاده التربيه وزاد قال له راك في ارض الملك والاخر قاعد يتفرج كوميم تيشيو كوميم كانيش. علاش حطيت روحك في هذا الموقف اصلا يا تربيه بيوت الرذيله؟ نضل نعاود لكم في الترابي لو كان عاودتو تربيتو لو كان راك ما تحطش في موقف كيما هذا يولي يبهدل فيك. صافي اللي يعنق فيه جدك المخزن لإعادة التربية هذه كامل مازال لا متابعات لا والو. علاش واش داك الشيء هذا؟